السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الربو اللي هو الأزمة. لازم نعرف إننا هنا مش بنتكلم عن COPD اللي هو الانسداد الرئوي المزمن. هنتكلم هنا عن الأزمة. COPD ده بيكون في كبار السن نتيجة التدخين، وبيكون التحسن فيه جزئي مش كامل زي الأزمة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، وهنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو ده. الأزمة غالبا بتيجي في الأطفال، وكل ما الطفل بيكبر في السن كل ما بيتحسن. طيب، في الأزمة دي أو في الربو بيحصل التهاب في الشعب الهوائية أو القصبات الهوائية، وبيحصل زيادة في إفراز المخاط، وبيحصل ضيق في الشعب الهوائية. طيب، إيه هي الأعراض اللي بتظهر على مريض أو عيان الأزمة؟ بيحصل كحة، وضيق في التنفس، وكرشة نفس ممكن تصحيه من النوم، وصدره بيزيق اللي هو احنا بنبقى عارفينه بالويزي شيست، وساعات بيبقى فيه ألم في الصدر. وكمان ممكن الناس اللي بتلعب رياضة بيبقوا بعد التمارين بيحصل بعدها على طول بدقايق معدودة ان هو بيحصل له أزمة أو بيحصل له كحة شديدة وصعوبة في التنفس. عشان كده الأعراض دي بتتحسن مع العلاج، وبيكون ما بين الهجمات أو بعد الهجمات بيكون التنفس طبيعي وبصورة طبيعية، وده كمان من التشخيص بتاع الأزمة أو الربو. بيتشخص إزاي؟ بيتشخص بالكشف والفحص الإكلينيكي. يعني مع تكرر الأعراض ديت بتعرفك إن ديت أزمة. يعني الكحة إما بتتكرر، والصعوبة في التنفس، وبيحصل كرشة نفس متكررة، فبيبقى تكرر الأعراض أو تكرار الأعراض بيخلينا نعرف إن ده مريض أزمة أو ربو. وكمان ممكن نعمل فحص اسمه فحص وظائف رئة اللي هو السبيرومتري. طيب، الأعراض ديت بتزيد من إيه؟ أو إيه اللي ممكن يزود لي الأعراض ديت؟ لو أنا تعرضت للمثيرات، المثيرات اللي هي بتزود الأعراض أو بتزود عندي الأزمة، زي غبار الأساس. ده غبار بيكون موجود في الستاير والسجاد والأساس عموما، وكمان بيحصل من الحيوانات الأليفة والحشرات، وممكن كمان من الروائح الغريبة والمعطرات والتدخين، سواء العيان ده مدخن أو في تدخين بالسلب. وممكن كمان تزيد أو تتأثر بالوظيفة. يعني الفلاحين نتيجة شغلهم في الأرض وكده ممكن يحصل لهم أزمة ويبقى عندهم ربو. وكمان الدهان، عشان بيتعامل في المواد الدهان وصانع المواد البلاستيكية. وكمان الرسام، دي بتكون من المؤثرات برضو اللي بتزود الأعراض. وممكن كمان الناس اللي عندهم ارتجاع مريء بيزيد معاهم الأعراض، واللي عندهم التهاب في الجيوب الأنفية كمان بتزود الأعراض. طيب، وكمان اللي عندهم حساسية من بعض الأدوية، أو اللي عندهم حساسية من المسكنات. وزيادة الوزن طبعا بتزود الأزمة أو الربو، وكمان التوتر والعصبية وتكرار العدوى الفيروسية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الأعراض، واتكلمنا عن مثيرات أو مسببات أو مثيرات الأعراض ديت اللي هي بتزودها. طبعا الأعراض ديت بتزيد معانا بعد منتصف الليل، وفي الصباح الباكر بنلاقي فيه كحة كبيرة، وبنلاقي فيه صعوبة في التنفس. طيب، ايه هي الفحوصات اللي ممكن نعملها للعيان او المريض اللي عنده ربو او ازمة عشان نشخصه كويس؟
ممكن زي ما قلنا نعمل وظائف الرئة اللي هي السبيرومتري والاي بي جي، وطبعا العيان لازم نقيس له الاكسجين ساتيوريشن بالبلس اوكسيمتر، وكمان ممكن نعمل شيست اكس راي عشان نبعد عن الاسباب الاخرى. العلاج بتاعنا هنقسمهم لثلاث محاور رئيسية. المحور الاولاني اللي هو البعد عن المسببات، والمحور الثاني التحكم في الهجمات الشديدة، يعني التحكم في الأزمة أو نوبة الأزمة أو الربو الشديدة، ورقم 3 التحكم في العيان على المدى الطويل. يعني ايه التحكم في العيان على المدى الطويل؟ ان هو ازاي يعيش حياة طبيعية بدون مضاعفات. هناخدهم محور او رقم 1 البعد عن المسببات. بنبعد عن التدخين، وبنظبط الوزن، وبنقضي على الحشرات، وكمان بنعالج ارتجاع المريء، وكمان بنعمل تهوية للبيت. والبعد عن الحيوانات الأليفة لو هي كمان من المسببات أو المسيرات أو اللي بتزود عندي الأعراض، وده محور رقم 1. محور رقم 2 قلنا التحكم في الهجمات الشديدة. لازم أي عيان أزمة أو أي عيان ربو بيكون معاه البخاخة بتاعته في جيبه. أول ما تحصل الأزمة بياخد بخة أو بختين، وكمان قبل الرياضة لو هو بيلعب رياضة وبيحصل له الأزمة ديت بعد الرياضة بناخد بختين قبل الرياضة بتاعتنا أو الإكسرسايز اللي هنعمله، وبعد الرياضة لو حصلت الأزمة بناخد بخة أو بختين. ولو جال العيان ده بتاع الأزمة أو الربو في المستشفى بنبتدي نعمل له جلسات، جلسة فاركولين 10 نقط على 3 سم محلول ملح، وبنبتدي إن إحنا نكررها بعد 20 دقيقة، ممكن لحد 3 جلسات. وممكن لو العيان ما تحسنش ممكن نعمل نزود عليها اتروفنت مع الفاركولين، وساعات بندي كورتيزون كمان مع العيان اللي هو لسه ما تحسنش او النوبة بتاعته شديدة شوية. وطبعا كل ده حسب الدكتور ما بيشوف او ما بيشخص، وطول ما هو الدكتور موجود بيقول اعمل كذا، هنعمل جلسة ده او هنزود كذا، يبقى حسب ما الدكتور بيشوف. لكن عيان الأزمة لازم يكون معاه البخاخة بتاعته على طول في جيبه. المحور رقم 3 وده مهم جدا جدا التحكم في العيان على المدى الطويل. يعني ازاي نخلي العيان يعيش حياة طبيعية بدون مضاعفات، وده ان شاء الله هنتكلم عنه في فيديو لوحده لانه مهم وكبير شوية، وفي 5 حاجات هنتكلم عنهم في العلاج بتاعه. وشكرا ودمتم سالمين.